ويا السلام عليكم ورحمة الله، معكم زيكا. والشيء الوحيد اللي كان ينقذ باريس سان جيرمان بقى موجود. الشيء الوحيد اللي كان باريس سان جيرمان بقى لها 13 سنة بتدور عليه عشان تعرف تكسب في البطولات الكبيرة زي دوري الأبطال، أخيرا بقى موجود. الشيء الوحيد إن ناصر الخليفي تقريبا غير ولا بتاع 13 مدرب عشان يوجدوا في باريس سان جيرمان، وجاب تقريبا بتاع ولا 55 أو 60 لاعب في الفرقة عشان يبقى موجود. اصبح موجود، الا وهو ايه؟ الشخصيه. باريس سان جيرمان اخيرا بقى عنده شخصيه البطل، وبقى عنده شخصيه اللي هو يقدر يلعب بيها في دوري الابطال. يعني لو انت مفكر ان الشخصيه اللي بيلعب فيها في الدوري الفرنسي دي شخصيه بطل وعادي ان هو يلعب بيها في دوري الابطال، كنت تبقى عبيط. وانا ما اعتقدش ان انت عبيط، يعني ان احنا كلنا متفقين، مشجعين كره القدم متفقين ان اللي كان ينقص باريس سان جيرمان هي الشخصيه. على الرغم ان كان عنده كميه لعيبه عتاوله، لعيبه من طراز عالمي، اولهم كان ابراهيموفيتش واخرهم ميسي، وعندك نيمار ومبابي ودي ماريا وكافاني وكانت عندك زربيعه نجوم، ولكن ما كانش فيه شخصيه. مين اللي جاب عمل لك كل الكلام ده كله؟ لويس انريكي. عمل لك كل الكلام دوت تقريبا اخد منه سنتين، وجاب لعيبه كلها صغيره تقريبا، يعني اغلبيه الفرقه ديت يا جدعان اقل من 20 سنه. جاب اللعيبه دي كلها وقال لك يلا بقى نعمل فرقه من جديد ونعمل شخصيه بطل ونعمل كل اللي كان ناقص باريس سان جيرمان دوت. وابتدت النتيجه تطلع فين؟ في الدور ال 16 قدام ليفربول، والاداء الجبار اللي عامله لويس انريكي سواء كان في لقاء الذهاب او لقاء العوده، عشان باريس سان جيرمان يفعل الصعب ويفعل المستحيل ويخرج من جحيم الانفيلد بانتصار في دوري ابطال اوروبا في مرحله خروج المغلوب. في اقوى حاله لليفربول السنه دي، ليفربول اكلت الاخضر واليابس في الدوري الانجليزي، اقوى دوري في العالم دوت في الدوري الانجليزي. اما في دوري الابطال فهي يا جدعان ليفربول فشخت كل الفرق اللي لعبتها وكسبت كل الفرق اللي لعبتها، يعني ما عدا ماتش واحد بس قدام ليل، ودوت كان اخر ماتش كده ايه في دور المجموعات، وكان ماتش تحصيل حاصل. قال لك انا مهما خسرت هبقى برضه الاول، فهنستثني الماتش ده. فليفربول السنه دي يا جدعان في عز قوتها في الدوري الانجليزي وفي دوري الابطال، جه باريس سان جيرمان قال لها مع السلامه. مش قال لها مع السلامه وتحس ان المستويات متقاربه اطلاقا. باريس سان جيرمان فلق ليفربول في الذهاب وفي العوده. في الذهاب كانوا محظوظين جدا 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 ان هم تلعب 1-0 دي معجزه، وفي لقاء العوده باريس سان جيرمان عمل نفس الاداء الخرافي ولكن قل شويه طبعا، عشان انت حبيبي انت موجود في جحيم الانفيلد فلازم الدنيا تتغير شويه. مجموع المباراتين من حيث الاداء، مباراة الذهاب في باريس سان جيرمان الشوط الاول باريس انتصر على ليفربول، الشوط الثاني باريس انتصر على ليفربول. طب نيجي بقى في العوده، الشوط الاول باريس انتصر على ليفربول، الشوط الثاني هو دوت الشوط الوحيد اللي ممكن نقول ليفربول انتصر فيه على باريس سان جيرمان. طب هل القصه تكمل على كده؟ لا، كان في شوط ثالث وشوط رابع. باريس سان جيرمان كسبت الشوطين، ودوت يرجع لمين؟ للويس انريكي. يا جدعان اقسم بالله باريس سان جيرمان من المرحله ديت في دوري الابطال كان فرقه، واللي جاي بعد كده وهتشوفيه من باريس سان جيرمان حاجه تانية خالص. لان انت دايما بيبقى في حياه الانسان او في حياه الانديه او في حياه اي حد عامه بيبقى فيه زي تيرنينج بوينت كده، يعني اللي هي النقطه اللي انت بتبقى يعني قبلها حاجه وبعديها حاجه تانية. يعني ممكن مثلا احنا كشباب نتصدم صدمه كده في حب حياتنا فجاه تتقلب حد تاني خالص. باريس سان جيرمان دوت اقرب مثال. باريس سان جيرمان هو الماتش دوت او الجوله ديت من مرحله في دوري الابطال كان حاجه زمان، 13 سنه كان حاجه زمان، ومن اول السنه دي هتشوف باريس سان جيرمان تاني مختلف، هتبقى فرقه كبيره ذات شخصيه كبيره في اوروبا وهيتعمل لها الف حساب. الجوله ديت في دوري الابطال وضحت لي حاجتين مهمين قوي. اول حاجه قيمه الحارس في كل الفريق. انت عندك دلوقتي اليسون، اقسم بالله العظيم اي حارس تاني غير اليسون كان ليفربول خسر مجموع الماتشين بنتيجه 7-8، وانا مش ببالغ 7-8 لباريس سان جيرمان، لولا وجود اليسون اللي كان بالنسبه لي حارس معجزه. تيجي بقى على الناحيه الثانيه وانت عندك دوناروما عمل اداء كارثي. هتقول لي ازاي ده هو اللي مكسب باريس سان جيرمان في ضربات الجزاء. هقول لك يعني الحياه كلها مش ضربات جزاء، هي اقوى نقطه عند دوناروما هي ضربات الجزاء، ولكن المطوشه اصلا مش بتكمل بضربات الجزاء او مش بتنتهي بضربات الجزاء، ممكن كل فين وفين تعدي بضربات جزاء، ولكن الحاجه الاساسيه عند اي حارس ان هو بيصد. دوناروما زي الزفت في الصد، دوناروما كارثي في الصد، هو بيصد الكوره وبيعملها هجمه اخطر من الكوره اللي اتشاطت عليه. فهنا وضحت القيمه الحقيقيه بالنسبه لحراس المرمى في هذه الجوله ما بين اليسون وما بين دوناروما.
دي اول حاجه. تاني حاجه بالنسبه لليفربول، انت مش متخيل عزيزي المشاهد او مش ملاحظ ان انت عندك ليفربول ما جابش ولا جول، او هو جول واحد بس طول ال 180 دقيقه؟ يعني يعني اكيد دوت في علامه استفهام. ليه؟ لان انا قلتها بدل مره مليون مره ان هجوم ليفربول هو عباره عن لاعب واحد فقط، الا وهو محمد صلاح. محمد صلاح اقسم بالله 85% من قوه ليفربول الهجوميه. شيل محمد صلاح مفيش هجوم في ليفربول. ودوت اللي نونو مينديز عمله. نونو مينديز حرفيا حط صلاح في جيبه طول ال 180 دقيقة، لا هم كانوا 180 زائد 30 دقيقة، طول ال 210 دقيقة حطه في جيبه. تقريبا ما عداش منه صلاح غير هي مرة واحدة فقط اللي عداها. انا تابعت الماتش كله او الماتشين كله، صلاح ما كان يعني مش موجود بسبب نونو مينديز. نونو مينديز في هذه الجولة اثبت ان هو افضل باك شمال في العالم. وبص المفارقة، ليفربول عايزة تبيع محمد صلاح، اللي هو ها العبث ده ازاي؟ انا مش عارفها يعني، ربنا معاهم. فشابو للويس انريكي على الشخصيه اللي اخيرا جابها لباريس سان جيرمان، اللي باريس سان جيرمان بقاله 13 سنه بيدور على الشخصيه ديت في مدربين كتار قوي وفي لعيبه كتار قوي، وفي الاخر اللي جابها له لويس انريكي. وجوله ممتعه يعني، من امتع الجولات اللي شفتها في دوري الابطال عامه طول حياتي، وانا مش ببالغ. جوله ذهاب وعوده كانت ممتعه، وخسر كتير قوي 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 اللي فوت الجوله دي. انا ما كنتش مصدق اللي بيحصل في الماتش دوت، لان انا من مشجعين باريس سان جيرمان من 13 سنه، بقالي 13 سنه بشوف الفرقه ديت عماله تخرج بشخصيه ضعيفه جدا في دوري الابطال. فانت متخيل عزيزي المشاهد انا كنت عامل ازاي النهارده؟ يعني انا كنت بتنطط كده حرفيا من الفرح. فكانت ملحمه كرويه ممتعه ويعني خلصت، وان شاء الله في دوري الابطال مكملين في الملاحم الكرويه، واعتقد لسه في ملاحم كرويه قادمه في هذه البطوله في الادوار القادمه. وبس. واخيرا وليس اخيرا كان معكم زيكا. لو لسه مش عندي على اليوتيوب فانت مزعلني قوي، تعالى عندي على اليوتيوب. ولو عندي على اليوتيوب ومش مفعل الجرس فعل الجرس، ولو عمل الاثنين فيلا دشمل زرار اللايك. ولو مش عندي بقى على الفيسبوك تعالى عندي على الفيسبوك، هتلاقي هناك حاجات كتير قوي حلوه هتبسطك، يعني ستوريات ومقالات وبوستات، حاجات كتير قوي. ها تعالى